أيها الإخوة المسلمون، الناس في هذه الحياة أصناف ذكرهم الله عز وجل في القرآن، بل وقسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا إلى أقسام، وذكر أن الدنيا ل4 نفر، والقرآن مليء في وصف هذه الدنيا في قلوب بني آدم. منهم المتعلق بها الذي لا يعيش إلا من أجلها، الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يؤمن بالقدر، إنما هي حياته الدنيا، يموت ويحيا وما يهلكه إلا الدهر. إن فاته شيء منها أصابه الهم وقتله الغم ومات وتحسر وتقطع قلبه عليها، فهو لا ينام إلا في التفكير فيها ولا يستيقظ إلا من أجلها، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن جلس فإن همه ماذا سيفعل أبنائي بعد 20 سنة، وأين سيسكن أحفادي بعد 50 سنة، وماذا سيحصل لذريتي بعد عشرات السنين، وكأنه يضمن حياتهم بعد تلك السنين. هم يقتله، إما ندم على الماضي وحزن عليه، وإما خوف من المستقبل، وإما قلق يعيش في حاضره. فأي حياة هذه؟ وآخرون علموا حقيقة هذه الدنيا، فإنما هي ممر وليست بمستقر، نأخذ منها ما قدر الله لنا، ما فاتنا لا نتحسر عليه. وأمر المؤمن في الدنيا كله خير، إن كان في السراء شكر وإن كان في الضراء صبر، فهو يتقلب بين الصبر والشكر إلى أن يلقى الله. المؤمن لا يمنع أن تأتيه الدنيا ولا يضره أن يخطط لها، لكن الدنيا تظل في يده وليست في قلبه. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جدي أسك، يعني تيس مقطوع الأذن جيفة، وتخيل هذا المنظر، إنه حيوان لو كان حيا ما اشتراه الناس لأنه معيب، فكيف به وهو جيفة ملقاة تعفنت وخرجت رائحتها. فقال النبي لأصحابه: من يشتري هذا؟ هل يدفع أحدكم ثمنا لهذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، كيف وهو جيف ميتا؟ قال: للدنيا يعني كل ما في الدنيا من بحارها ومحيطاتها وغاباتها وذهبها وفضتها وخيراتها ونسائها وأولادها وأموالها، للدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أصحاب الملايين اليوم ليس كلهم سعداء ومرتاحون، بل الغالبية يعيشون في هم. أهل الملايين هم كيف يحفظوا أموالهم، وهم كيف يستثمروه، وهم كيف يوزعوه، ومن حولهم ليس كلهم يحبهم، فالغالبية حولهم إنما جلست من أجل أموالهم، من أجل خيراتهم، بل ربما أقرب الأقربين إليهم يتمنى موتهم ليحصل على ما عندهم من أموال. فأي حياة هذه؟ ليس كلهم. أما الذي جمع المال وأنفقه لله كعثمان وكابن عوف وغيرهم من أصحاب النبي فنعم المال لهم. فكم من الناس من اشترى المال، من اشترى الجنة بماله، لكن الغالبية ليست هكذا.
أتريد السعادة يا عبد الله؟ السعادة ليست في قصر تسكنه، لا والله. السعادة ليست في طائرات تركبها، لا وربي. السعادة ليست في ذلك الفندق ذو ال7 نجوم تخرج فيه وتجلس أياما طوالا، لا. هل تظن السعادة ثيابا فاخرة تلبسها، أو سيارة فارهة تركبها، أو تظن السعادة ملايين تجمعها؟ ثم ماذا؟ والله كم من الأموال التي جمعها الناس وصاروا بها أغنياء أثرياء عند أول مرض أصابهم فأقعدهم الفراش وأطرحوا عليه، علموا حقيقة أموالهم وعلموا أنها لا شيء في مقابل الصحة التي يملكونها. كم من مليونير اليوم يتمنى لو افتدى بكل ماله فيحصل على قلب سليم، لو افتدى بكل ماله ليحصل على رئة سليمة، لو افتدى بجميع ماله ليحصل على كبد يعمل حاله حال ذلك العامل الذي يكنس الشارع وأعطاه الله تلك الأعضاء، لكنه رزق الله يوزعه على الناس، يوسع على هذا ويقدر على هذا ليعلم الناس حقيقة هذه الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كثير الكفر لهذه النعم. من أفضل من مشى على الأرض؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل في الخلق أحد مثله؟ هل في البشر سيد سواه؟ إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لو طلب من ربه ما طلب لاستجاب الله له. ومع هذا يدخل عليه عمر ابن الخطاب يوما فيجده قد نام على حصير أثر في جنبه، فنظر في غرفته فلم يجد إلا حفنة من شعير، فبكى عمر على حال رسول الله لا يملك من الدنيا شيئا. فنظر إليه النبي فقال: يا عمر ما لك تبكي؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلا تعجبك أموالهم، لا يتعلق قلبك بها، لا تعيش في هذا القلق والهم. صار عمره 50-60 سنة للحين يحلم بالملايين. يا أخي عش بما عندك وارضى بما قسم الله، ولم تعيش في هذا الهم والقلق كل ليلة؟ من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، ما عليك من الغد، قد ما تعيش. نمت وانت شبعان، عندك أكل تنام، آمن معافى بالجسد، والله لو تنام على الأرض فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن أين الشاكرون؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أكثر أموال الناس عذاب، أكثر أولاد الناس عذاب اليوم، أكثر ملك الناس وشركاتهم وتجاراتهم عذاب. ولهذا أكثر الأغنياء والأثرياء يصابون بجلطات سريعة وأمراض قلب مبكرة، والكثير منهم بالخمسينات لا يعيش إلا على الأدوية والمهدئات ولا ينام إلا عليها، لأن أكثر الناس ما علم حقيقة المال وما شكر الله فيه، ولهذا تعذب به. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. اسمع إلى سعيد من السعداء،
اسمع إلى الإمام مالك، نقض سقف بيته ليطلب العلم، ما عنده. انظر إلى رجل يسمى بشر الحافي، من الزهاد لم يسمع به؟ ممن كتب كتب الرقاق لم يذكر قصصا؟ حتى الإمام أحمد بن حنبل كان يفتخر به ويستشهد به، وكان يجعله مثلا في الورع والزهد في هذه الحياة. ما اسمه؟ اسمه بشر الحافي. ما كان يملك نعالا يلبسه، لكنه من أسعد الناس في هذه الدنيا. سمعت بإبراهيم بن أدهم، ذلك الرجل الذي عاش في بغداد، ماذا كان يملك؟ كان لا يملك إلا ثوبا واحدا من صوف يلبسه طوال يومه. اليوم بعض نسائنا إذا الثوب ما تجاوز 300-400 دينار ما تشتري أصلا، وللبسة واحدة وترميها. أكثر الناس لا يشكرون. اليوم بعض الناس إذا مل من هاتفه أو قلمه أو بعض ثيابه الغالية الثمن رماها، ملت العين، مع أن الكثيرين لا يحلمون بها، لكنه لا يتلذذ حتى بهذا النعيم. أصابه الملل والسآمة حتى من الثراء والغنى، فهو لا يتلذذ به. إبراهيم بن أدهم ما يملك في اليوم والليلة قوته إلا خبزة يابسة فقط، خبزة يابسة يغمسها طوال اليوم في نهر دجلة، ويجلس مع أصحابه عند النهر يستمتعون، يتذاكرون الله ويتعلمون العلم ويستمتعون بالحياة. الحمد لله أنا سليم الجسد وعندي ما آكله، كسرة خبز يابسة. فيغمس الكسرة في النهر ويأكلها، وينظر إلى تلاميذه ويقول: من أسعد منا؟ من أسعد منا؟ والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف لأخذوها منا. لكنهم والله يعيشون في ثراء ويركبون أفخم المراكب، ولكن بعضهم وقع في مستنقع المخدرات وأذهبت المسكرات عقله لينسى همه في هذه الدنيا. ففرق بين حياة وحياة. أجمل شيء إنك ما تكون محتاج لقمة عيش تسد بها جوعك، وعندك كوبا من الماء تشربه من الظمأ، وتمسك المصحف وتجلس في معزل وتقرأ كلام الله. إي والله ما أحلى من هذه الحياة. إن كسرة خبز يأكله الإنسان في زاوية، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تقرأه مستندا لسارية، هو النعيم كله. والعفو ثم العافية. وما الحياة الدنيا إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.